قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. جعل الله سبحانه وتعالى في الحياة الزوجية القوامة للرجل على المرأة، فالرجل هو القيم على زوجته، على زوجته وهو المسؤول عنها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن زوجته، هو الذي يسأل عنها، لأنه هو القائد وهو القيم وهو رب الأسرة وهو السيد المطاع، والمرأة عليها الطاعة. قال تعالى: فالصالحات قانتات، قال أهل التفسير أي مطيعات. المرأة تكون طائعة، هذه صفة الصالحات، فالصالحات أول صفة لهن هي الطاعة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والرجل سيد مطاع في بيته، قال تعالى: وألفيا سيدها لدى الباب. قال الطبري في تفسيره: السيد هو الزوج، السيد هو الزوج، أي وألفيا سيدها ألفيا زوجها لدى الباب. وقالت زوجة سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، وهي من التابعين، قالت: ما كنا نخاطب أزواجنا ولا نكلمهم إلا كما تكلمون الملوك والأمراء. كيف يكون كلام الناس مع الملوك؟ وكيف يكون كلام الناس مع الأمراء؟ هكذا كانت النساء تخاطب أزواجهن. فالمرأة عندما تخاطب زوجها تناديه بأجمل الألفاظ، بألفاظ التوقير والتعظيم والتبجيل لزوجها. تقول أم الدرداء وهي صحابية رضي الله عنها وعن زوجها أبي الدرداء، وقد روت حديثا عن زوجها، جاء فحدثها بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: حدثني. كيف تقول؟ كيف تصفه؟ قالت: حدثني سيدي أبو الدرداء، حدثني سيدي أبو الدرداء، كأنها خادمة وكأنها جارية عند زوجها. هكذا هي حال الصالحات، هكذا حال الصالحات من السلف الأول ومن الجيل الأول، عندما كانت المرأة تعرف حق ربها وتعرف حق بعلها عليها. جاءت امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد احدودب ظهرها ورق عظمها وشاب شعرها، امرأة كبيرة في السن، عجوز، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله في مسألة، فقضى لها حاجتها وأجاب سؤالها، ثم قال لها: أذات بعل أنت؟ هل لك زوج؟ فقالت: نعم يا رسول الله. قال: انظري أين أنت منه؟ قالت: يا رسول الله، ما آلوه إلا ما عجزت عنه، أي لا أقصر في شيء إلا الذي أعجز عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو جنتك ونارك. الرجل هو جنة المرأة وهو نارها إذا عصت
المرأة إذا أطاعت زوجها كان ذلك سببا في دخولها الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. إذا أطاعت وأرضت زوجها كان ذلك سببا في دخولها الجنة، بل من أبوابها الثمانية. قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وإذا أسخطت زوجها فقد أسخطت ربها. إذا عصت زوجها كان ذلك سببا في غضب الرب جل في علاه. يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط بات الذي في السماء ساخطا عليها. بات الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وفي حديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة وزوجها عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح. الليل كله تدعو عليها الملائكة باللعنة. لعنها الله، لعن الله فلانة، تسميها باسمها ملائكة الرحمن تدعو على هذه المرأة وهي نائمة لا تبالي ولا تدري أن الملائكة تلعنها حتى الصباح. لعنها الله لأنها أغضبت زوجها، لأنها أسخطت زوجها. بات وهو عليها ساخط، بات وهو عليها غضبان، والملائكة تدعو عليها الليل كله. أي شأن وأي حق جعل الله عز وجل للرجل على زوجته. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وقال: لو كان الرجل به قرحة من أخمص قدمه إلى شعر رأسه ثم لحسته بلسانها عندما تزيل الأذى عنه، كله قرحة يسيل قيحا وصديدا من جسمه ومن جسده، فتأتي لتزيل عنه الأذى، لا تزيله بيدها إنما تزيله بلسانها، هل تؤدي حقه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما أدته حقه، ما أدته حقه أبدا. فلا تؤدي المرأة حق الزوج، أعظم الحقوق. يقول أهل العلم: أعظم الحقوق على المرأة بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم هو حق الزوج. حق الزوج أعظم من حق الوالدين على المرأة. كم هو حق الوالدين عظيم، حق الزوج على زوجته أعظم من حق الأم وأعظم من حق الأب على المرأة. تقول عائشة رضي الله عنها تخاطب النساء: يا معشر النساء، لو تعلمن حق الزوج عليكن. ثم مسحت الغبار الذي على قدميه بخد وجهها ما أدت حقه. ثم مسحت الغبار الذي على قدميه، تأتي فتنظف أقدامه بخد وجهها، لا تؤدي حق زوجها. حق الرجل عظيم، حق الرجل عظيم، وجعل الله عز وجل طاعة الرجل وإرضاء الرجل سببا لدخول المرأة في رضا الله وفي جنة الرحمن. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. ثم قال: ونساؤكم من أهل الجنة. ما هي صفاتها؟ قال: الودود العؤود الولود، التي إذا غضب عنها زوجها جاءت إليه فوضعت يدها في يده وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا حتى ترضى.
تريد رضاه بأي صورة من الصور وبأي حال من الأحوال، حتى وإن كان ظالما، حتى ولو ظلمها وغضب عليها تسترضيه. هذه المرأة العاقلة التي تريد رضا الرحمن، تبتغي بمرضاة زوجها مرضاة ربها، وتريد أن تذوق حلاوة الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تذوق المرأة حلاوة الإيمان. متى تذوقه ومتى تجده؟ يقول: لا تذوق المرأة حلاوة الإيمان حتى يرضى عنها زوجها.